نصيحة لزملائي جراحين التجميل اللي لسه في التدريب عن the quality of scars and how to improve the quality of scars. سؤال مهم جدا بالنسبة آثار الجروح أو السكارز بعد العمليات. إزاي نقدر نتحصل على شكل جرح بيتحسن مع الوقت؟ الحقيقة الموضوع ده بيبتدي قبل الجراحة، يعني نتخير العيان الأول كويس، نتجنب العيان السموكر. نمرة 2 نتخير وضع الجرح، نحط الجرح في النورمال سكين كريسيس عشان الجرح يبقى مختفي. نمرة 3 نتخير الخيوط اللي احنا بنستخدمها، كل ما نخرج بره ناحيه الجلد كل ما نرفع السوتشرز، كل ما نستخدم سوتشرز اندايد، سوتشرز تبقى ترانسبيرنت، تبقى كويكلي ابزوربد اثناء الجراحه، اثناء قفل الجرح، فيري فاين مع التيشو هاندلنج. والاحسن ان احنا ما نمسكش الجرح توث فورسبس او ادسن فورسبس، نمسك الجرح سكين هوك عشان الكراشنج بتاع السكين بيعلم فيه. اول ما نقفل الجرح نستخدم التيب ده المايكرو بور تيب، او نحاول نسيب المايكرو بور تيب على الجرح لمده اسبوعين. اول ما نشيل التيب من على الجرح بعد اسبوعين نستخدم الكريم ده اسمه سولوشن فور سكارز مرتين في اليوم بانتظام بالتدليك جوه الجرح. لو اتبعنا الانستراكشنز دي للجرح ان شاء الله هنتحصل على جرح جميل جدا جدا جدا. لو ليكوا اي اسئله من فضلكم سيبوها في الكومنتس وانا هجاوب عليها. معكم الدكتور احمد عبد الجواد، consultant plastic surgeon in the northwest of England.